فوق الكلب مكتوب عليه رقم 8 بالياباني، واللي بيتنطق بهاتشي، وإن اليابانيين بيعتبروه رقم الحظ السعيد. وبيعجب الاسم ويلسون وبيقرر يسميه هاتشي. وبيروح ويلسون للبيت وبيلعب مع هاتشي وهو بيكلم زوجته عن المعلومات اللي عرفها عن هاتشي، وبتتضايق منه وبتتخانق معاه لأنه أطلق عليه اسم وإنه المفروض ما يحتفظش بيه. لكن بيدوروا على هاتشي وبيلاقوه قطع نماذج شغل كاتي الورقية، وتعصبت كاتي وبتقول إن ده مجهودها من شهور وإنها مش عايزة تشوف هاتشي في البيت تاني. وبياخدوا ويلسون يحطوا في الكوخ ويسيبه. وفي يوم بتكون عاصفة برد شديدة وبيصعب هاتشي على ويلسون، وبيروح الكوخ وبيجيبه ويدخلوا البيت وبيحطوا على الكنب وبيشغلوا التلفزيون وبيتفرجوا على مباراة بيسبول. وفي تاني يوم بيعلم ويلسون هاتشي يمسك الكرة، ولكن هاتشي راح بعيد عن الكرة. وهنا أندي بتقول لوالدتها إن والدها بيعمل الصح وما ينفعش يتخلى عن الكلب. وبيشوفوه من الشباك